الساعة دلوقتي 7:15. اسلك سبل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وتجنب سبل الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. المفروض طبعا اننا بعد ما بنخلص صلاة نختم الصلاة وندعي ربنا ان هو يوفقنا ويكون اليوم فيه بركة النهاردة ونقدر نخلص كل اللي ورانا. فهنختم الصلاة ونقوم نشوف ورانا ايه. طبعا من العادات الجميلة اللي بتساعد الناس انها تخلص كل اللي وراها انك انت اول ما تصحى من النوم بتجيب نوت زي دي وتكتب فيها المهام اللي المفروض انك انت تخلصها النهاردة. بس طبعا تكتب مهام تكون فعلا تقدر انك تخلصها، يعني ما تكتبش حاجة خارقة انك انت ممكن تخلصها في يومين 3 وعايز تخلصها النهاردة بس. فلازم يكون المهام اللي هتتحط على قد اليوم وتقدر انك تخلصها عشان بعد كده ما يجيلكش يأس انك انت ما خلصتش اللي عليك وما تقدرش انك انت تعمل حاجة تاني. فلا، خلينا في الامكان احسن علشان في اخر اليوم نكون فرحانين كده ان احنا خلصنا اللي علينا ونقدر كمان ان احنا نكمل بعد كده. طبعا بعد ما نخلص كتابة التودو ليست دي نروح ونبدأ يومنا بالاذكار وورد القرآن بتاعنا. عسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني مو بخير شوي، كثير جدا. كم مرة الله أذاقك مرارة الحرمان، حرمان تزعل منه، تزعل. مهما ضعفت الأسباب لا تتوقف عن الدعاء، فأنت تسأل رب الأسباب. ربنا اللي بيهون، مش اداله البلاء. ربنا حتى الناس الكبيرة تقول لك ايه، ربنا بيدي البرد على قد الغطا. ربنا بيبتليك في الحاجة اللي انت لازم تبتلى انت فيها، الحاجة بتاعتك انت. فاهم قصدي؟ الحاجة اللي هتوجعك انت، الحاجة اللي هتحرقك انت. فأول ما ينزل عليك بلاء تقول يا رب رحمتك أرجو، يا رب أنا أجيلك يا رب من غير عقوبة. لا تخجل من شيء، لا يخجل منه عادة. لا تخجل من شعرك، لا من بثورك، لا من صلعتك، لا من قبيلتك، لا من سيارتك. في كل مراحل حياتك أنت تحتاج. طيب كده خلصنا بقى الورد والاذكار والدنيا تمام، نبدأ بقى في المذاكرة ونخش على شغل الجد. يلا بينا. دي هتكون اول جلسة مذاكرة النهاردة. شوف، النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يحب الفعل الحسن. إذا كان هذا هو ظنكم بالعالمين فما ظنكم برب العالمين؟ ما لا ينال بالله لا ينال، وما لا يرجى من الله ينقطع. ألا تتفق معي أن الله أحق بهذه الثقة وأحرى؟ فمن كان مع الله كان الله معه. مهما ساءت الظروف دائما توقع أن يكون هناك نقطة ضوء. كم مرة تمنيت شيئا بشدة؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى يدبر لك أمورك ويجيب لك دعواتك بالشكل اللي أنت تعجز أنك تفهمه أصلا. أحسن الظن بالله. فإن ظن بي خيرا فخير، وإن ظن بي غير ذلك فله. ورط نفسك، ده الحل في كلمتين. ورط نفسك. لو انت عايز تحقق حاجة ما حققتهاش قبل كده فجهز نفسك انك تعمل حاجة ما عملتهاش قبل كده، وده معناه في بعض الأحيان انك تبدأ قبل ما تكون جاهز. القدر مرتبط بالمنطق اللي انت بتقوله، يعني معايا اللي انت هتقوله هيكون، واللي انت هتعتقده هيكون. انت قلت هيحصل مصيبة، خلاص يبقى يحصل مصيبة. عشان كده بعض الناس بتخاف اول ما تسعد زيادة عن اللزوم. ليه؟ هو متشائم كئيب. اللي انت هتظنه هيكون، واللي انت هتعتقده هيكون، واللي انت هتقوله هيكون. فلو فضلت طول الوقت تقول انا ما بعرفش مش هتعرف. انا ما بقدرش مش هتقدر. انا عارف اني واحد طول الوقت انا عارف اني همرض، هتمرض. انا عارف اني شكلي كده هتفقر، هتتفقر. ما تدعيه وما تظنه يكون. فالقدر مرتبط بما تنطقه، باللي انت بتقوله. عشان كده واجب عليك لما في اللحظه دي لما تشعر بالسعاده تعمل ايه؟ تشكر. قال تعالى ايه؟ ولئن شكرتم لازيدنكم. لما تحس ان انت فرحان كده والدنيا والاسره كلها راضيه اعمل ايه؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله، يا رب دي نعمه، يا رب دي نعمه. عايز تزود يا عم تقوم صلي ركعتين شكر، ماشي. ايه اللي هيحصل؟ تزاد. قال تعالى يقينا ولئن شكرتم. اي نعمه عايز تحافظ عليها تعمل ايه؟ تشكر. شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ اي نعمه في حياتك تعمل ايه؟ انا شايف ان بابا ده او ماما دي نعمه في حياتي، تعمل ايه؟ تفضل تشكر ربنا عليها. انا شايف ان في نعمه كده في حياتي، انا خايف كل ما افكر انها تروح مني اتخيل حاجه وقفت، اعمل ايه؟ اشكر. ولئن شكرتم لازيدنكم. اشكر عشان ربنا يبارك لك فيها ويطولها لك. عارفين الانشوده بتاعت ايه؟ اخي ما يئسنا ولن نيأسا وما طال في القلب لبث الاسى وما حل افئدة المؤمنين
سوى آمل في الجنان رسا. أخي ما يئسنا ولن نيأسا، وما طال في القلب لبث الأسى، وما حل أفئدة المؤمنين سوى آمل في الجنان رسا. الله يعلم ما نشكو من الألم، وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم، وما نعانيه من ضيق ومن سقم. كم جاد من فضل. طيب الحمد لله انتهينا من أول جلسة مذاكرة. هنروح بقى كده نعمل كوباية قهوة ونيجي نكمل الباقي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. يلا هو للأسف الوش بتاعها ما جاش مظبوط قوي، ولكن نعديها المرة دي مش مشكلة. طيب بما اننا احنا دلوقتي في وقت بريك، رحنا عملنا قهوة وجينا، عايز اكلمك في حاجة بس كده، اللي هو لو انت بتواجه صعوبة في مذاكرة الرياضة تعمل ايه؟ طيب انا اقولك على فكرة كويسة لو عجبتك، يعني حاول تذاكر بيها، يعني هتسهلك الموضوع شوية. انت اول حاجة لازم انك انت تركز في شرح المدرس كويس جدا، بحيث انك انت ايه تكون فاهم هو حل المسألة دي ازاي او مشي الخطوة دي ازاي وهكذا. وبعد ما تيجي لو انت بتنقل المسائل اللي المدرس بتاعك بيحلها، اول ما تروح راجع المسائل ديت تاني، وراجع الافكار اللي هو حلها ديت تاني، وبعد كده هات انت الكتاب وحل الافكار المحلولة. يعني في الكتاب في الشرح كده بيبقى جاي السؤال، رأس السؤال، وبعد كده تحت حل السؤال. فانت اول حاجة بص على الافكار المحلولة ديت، وبعد كده حاول تحلها انت لوحدك، شوف نفسك حليت صح ولا لا.
فلو حليت صح والدنيا تمام يبقى انت كده الدرس دوت يعني بنسبة كبيرة جدا يعني بقى مظبوط معاك شوية. هتبتدي بقى تعمل ايه؟ هتخش على الأسئلة اللي على الدرس وتبتدي انك تحلها. لو حليت الأسئلة اللي على الدرس حاول تحل قدر كبير جدا على قد ما تقدر، بحيث انك انت يعني كل مسألة تقف قدامك علم عليها، والحصة الجاية مع المدرس بتاعك وريله المسائل اللي هي وقفت قدامك ديت وحاول تخليه يحلها لك. وبعد ما يحلها لك هتبتدي انك انت تروح البيت تراجعها تاني. بكده هيكون الدرس يعني خلاص كده هو الدرس ده معاك. بس مش معنى كده انك تسيبه خالص، يعني من فترة للتانية حاول انك انت تراجعه تاني وتحل اسئلة تانية عليه، بحيث ان الفكرة ما تتوهش من دماغك، لان الفكرة ممكن تضيع. فانت حاول تحافظ على الفكرة في دماغك بانك انت تراجعها من فترة للتانية. لو راجعت الفكرة من فترة للتانية هتثبت معاك. الطريقة دي كويسة جدا في مذاكرة الرياضة، لو انت حابب تجربها جربها وان شاء الله هتجيب معاك نتيجة. يلا بقى نكمل احنا. كان الشبلي إذا قام من الليل يقول: ليت شعري ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، يا قرة عيني ويا سرور قلبي، أنظرت إلى معصيتي فسقطت من عينك، أم قلت هذا فراق بيني وبينك، يا قرة عيني ويا سرور قلبي، أنظرت إلى معصيتي فسقطت من عينك، أم قلت هذا فراق بيني وبينك. هذه هي المناجاة، هذا هو المعنى الحقيقي للمناجاة. المناجاة كما فعل سيدنا إبراهيم فجأة وهو مع الناس وبين الناس، لكن حال مع الله. هذه المناجاة في كل وقت وحين، وهو يركب في السيارة مع الناس، وهو سائر في الشارع مع الناس، بينه وبين الله عز وجل حال متصلة، يرفع يديه، يبث الله عز وجل شكواه، يرفع لله عز وجل حاجته، ينزلها بالله الغني. هذه هي المناجاة، هذه هي المناجاة. وحال السلف كان فيها عجيبا عجيبا، وأكثر من أن يحصى، أكثر من أن يحصى. يكفي أن بعضهم كان إذا دخل الليل قال: والله ما غمني منذ 40 سنة إلا طلوع النهار، أحب الليل لملاقاة ربي وأكره النهار لملاقاة الناس. كان عندهم المسألة لإيه؟ لماذا الليل؟ لأن أحب شيء للمحب أن يخلو بمناجاة محبوبه. أحب شيء بالنسبة لقلب المحب أن يخلو بمناجاة محبوبه، وليس هناك وقت. يحاول ويفشل، أهي تجربة اتعلم منها شيء أحسن ما يحاولش خالص. وما يختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبتك. كل اختياراته صالحة. سبحانك، ما أصعب الطريق على من لم تكن أنت دليله، وما أوحش الطريق على من لم تكن أنت أنيسه. يا رب، إذا لم تكن أنت الأنيس فمن الأنيس؟ ومن الصاحب؟ ومن الرفيق في رحلة الدنيا الطويلة التي مليئة بالصعوبات والمشقات والفتن والصدمات في البشر؟ أنت الأنيس يا رب، وأنت الصاحب، وأنت الولي سبحانك وبحمدك. الكلام ده انا بقوله لك ليه بقى بجد؟ لان انت في النهايه بشوفك انهزامي في بعض الاحيان. الناس ما عندهاش دافع، ما عندهاش امل، وربنا سبحانه وتعالى هيجي يسالني يوم القيامه عن عمري ده فيما افنيته، فاقول له والله يا رب انا قضيت اليوم كله ما عملش حاجه، ما فدتش الناس، ما نفعتش الناس. فاحنا دايما بنقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس انفعهم للناس. فكن ذا نفع، لو ما فيش منك منفعه صدقني مش هيبقى مالكش قيمه. قلنا اكتر من مره: وقيمه المرء ما قد كان يحسنه. الشيء اللي انت بتعرف تعمله هو ده اللي عمل لك قيمه. انا النهارده ما تعمليش قيمه لان انا اسمي خالد صقر والكلام ده، لا لا، عشان انتوا يعني بارائكم وحبكم قلتوا ان انا مدرس شاطر، فده اللي عمل لي قيمه. طب لو انا تخليت عن دي يبقى انا ماليش قيمه. وكده نكون خلصنا النهارده، نلقاكم على خير. السلام عليكم.